بدي احكي لكم قصتي مع المحتوى. من 10 سنين كل يوم اقول انا لازم بلش المحتوى، اقول عندي موهبة، عندي شيء قادر اعمل هذا الشيء. بشوف هذا العالم الحلو، الناس كيف عايشين، صناع المحتوى كيف عم بيعيشوا، عم بيتطوروا باستمرار، حياتهم عم تتحسن. بس كان دائما الخوف هو العائق الاساسي، الخوف من الفشل، الخوف من المجتمع، الخوف من الناس شو بدها تحكي عنا، الخوف الفكرة اللي راح ياخدوها عنا، كيف راح نبلش، شو اللي راح نقدمه، شو المحتوى اللي بدي اقدمه. كثير تساؤلات كانت دائما كثير تساؤلات كانت دائما تمنعني من اني اخطي هاي الخطوة، لحد ما بلشت اعمل خطوات صغيرة، اعمل كم فيديو ووقف، اعمل كم فيديو ووقف. كل ما اعمل كم فيديو يفشل فاقول لا هذا مو عالمي، ما بقدر، صعب، هالشي مستحيل. يمكن في ناس ظروفهم بتساعد، في ناس عندهم مؤهلات اكثر، اماكن اكثر، ظروف مساعده اكثر، امكانيات اكثر، بس هذا ما له مكاني. ارجع بعد فتره حاول من جديد، اعمل فيديوهات، اعمل فكره، حاول اعمل. طبعا كانت فيديوهات سخيفه، وكانت فيديوهات بسيطه، فيديوهات ما لها معنى، فيديوهات عشوائيه، بس اني حاولت. وارجع خاف، وارجع وقف، وارجع استسلم. اعمل على السوشيال ميديا، على كل المنصات، صور فيديوهات، افشل، افقد الامل، اقول لحالي خليني اشتغل مثل هالناس بشي وظيفه، شي شغله، شي مصلحه، اشتغل شهر شهرين ثلاثه، اتحسن بالشغل، استقر شوي، يصير معاش حلو، يحط حدا مثلا يضربوني برغي او يحطوا لي صابون تحت رجلي ويزحطوني من الشغل، فارجع لنفس الخطوه الاولى، لنفس المكان، لنفس الصفر، لنفس البدايه، وارجع افكر اقول لا لازم اعمل شغل خاص فيني، اعمل شيء، اعمل سينما، اعمل فيلم، اعمل ما بعرف شو، طموحات كثيره، طموحات كبيره. قول دائما انه هذا مو مكاني، كل الفشل اللي عم بصير بحياتي انا خلقان لمكان معين. ارجع كمل بالمحتوى، اعمل فيديو اثنين ثلاثه، شوف شوية تعليقات سلبية، كلمة من هون كلمة من هون، سكر الفيديوهات ووقف، استسلم، روح دور على شغل، ارجع اشتغل وبلش من الصفر. يوم، يومين، شهر، شهرين، ثلاثة، ارجع لنفس القصة، بشتغل بضمير، بتحسن دائما بالشغل، بوصل لأماكن حلوة بالشغل، وبرجع بتعرض لنفس الطرد. كل شهر، كل شغله رحت عليها، كل مكان رحت عليه، كل ظرف عشت فيه، كان دائما يوصلني لنفس النتيجه. ارجع بلش من الصفر، اقول لا خلص خليني اعمل محتوى، ارجع اعمل فيديو يوتيوب امسحه، اعمل فيديو غير مكان امسحه، يعني دائما كان في هذا التردد وفي هذا الخوف، لحد ما قررت خلص ما عاد اشتغل اي شيء غير صناعه المحتوى. واستمريت من 50 مشاهدة، 20 مشاهدة، 30 مشاهدة، 50، 100، 200 ألف، ألوف، 20,000، مليون، مليونين، 10، 20، لحتى صارت الفيديوهات تطلع وتوصل للناس، والناس تحبني بشخصيتي، والناس تحب المحتوى اللي أنا بقدمه. فشوي شوي المحتوى بلشنا بكوميديا، بأفكار عشوائية، بأفكار ما لها معنى، لقصص درامية، لقصص أكشن، لقصص رعب، لقصص من الواقع، لقصص مفيدة للمجتمع، كل قصة فيها رسالة باحترافية عم تتصور. ونحن ما راح اقول لكم انه انا صرت محترف، بس عم حاول، عم تطور باستمرار، وكل يوم آه كل يوم عم حاول اقدم شيء جديد. ما عاد اتحججت بالظروف، ما عاد اتحججت بالامكانيات، شو ما كان عندي بصور، بقول هاي الظروف المتاحة بصور على اساسها، وبمشي وبنشر وبشتغل وبستمر. والاستمرارية هي سر النجاح على المحتوى، وهي سر الوصول. ما وصلت للمكان اللي انا بتأمل اني اوصل له، ما وصلت للمكان اللي انا بحلم فيه، بس مع الايام حاوصل لمكان باذن الله، باذن واحد احد، لمكان انا بستاهله، بستمتع فيه، بقدم فيه شغفي، بقدم فيه مواهبي، بطور حالي باستمرار. اكيد حيكون في تقصير مني، اكيد ما حكون بمنافسة مع هوليود ومع المسلسلات والشركات الضخمة، بس ححاول اعمل هيك فيلم قصير، مسلسل قصير، من امكانيات بسيطة، قريبة من الناس. وبتمنى منكم انه تدعموني وتشجعوني وتعطوا فرصة للفيديوهات حتى نوصل لأفضل نسخة مني وأفضل نسخة من المحتوى اللي أنا بحاول قدمه. الحياة فيها فرص كتير، الحياة فيها نجاحات كبيرة، الحياة فيها أبواب كتيرة، بس لازم دائما نتعلم من الأبواب اللي عم تنسد
بوجهنا، من الابواب اللي عم تتسكر بوجهنا. ليش عم تتسكر؟ ما زال رب العالمين معنا وبيرد لنا الخير. اكيد في ابواب لازم نتجه لها، مو كل عقبه هي ضدك، مو كل عدو هو عدوك، مو كل الناس احبابك، ولا كلهم اعدائك، ولا كل الامور شرور، ولا كل الامور خير. لازم دائما تتوجه للاتجاه الصحيح، تحاول وتفشل وتحاول وتفشل وتحاول وتفشل. يعني انا ما نجحت، عم بفشل وبعرف اني ما وصلت للمكان اللي انا بستاهله، بس مع ذلك مستمر بغض النظر عن الانتقادات، بغض النظر عن الفشل، بغض النظر عن اي شيء سلبي مر بهي التجربة. انا مكمل لحتى اوصل للهدف اللي انا حاطه هون. شكرا كثير لكم، شكرا لكل شخص دعمني، شكرا لكل شخص احبطني، شكرا لكل شخص طردني من حياته، شكرا لكل شركة طردتني، شكرا لكل انسان اذاني، شكرا لانسانة هي الوحيدة اللي كانت جنبي، وشكرا لاحبابي واهلي واصحابي، بما انه ما في اصحاب. بس يلا المرة هي لازم نقول هاي الشغلة. يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير.